السنة الماضية اكتفى بعناصره الحالية مع عدم الاستعانة بخدمات لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي. بدات واحد التقييم تقني للشوط الاول تبين لي بان عندنا فائض اللاعبين، لاعبين اللي عندهم الاسم ديالهم بالطبع كما قلتي، ولكن غيبقاو حابسين الاحتياط، فعطيناهم فرصه باش يمشيو لنوادي اخرى باش يشاركوا في نوادي اخرى ويعطوني لنا فرصه باش نقحم عده عناصر. وهذا الشيء اللي جيت الوداد، انا شابه صغيره اللي كتنتظر يعني الفرصه ديالها باش تحمل قميص الوداد. فاولا الهدف الاساسي هو اقحام عده عناصر شابه، ولكن بالطبع لعبوا الادوار الطلائعيه. العناصر الحالية يبقى أملها أكبر في مواصلة المنافسة عن لقب البطولة الوطنية الاحترافية خلال مرحلة الإياب، في ظل احتلال الفريق للمركز الثالث على بعد 4 نقاط عن المتصدر فريق المغرب التطواني. احنا كنوجدوا المقابلات الجايه ان شاء الله، وكنحاولوا نستعدوا للشطر الثاني من البطوله احسن استعداد، وكنتمنى من الله يوفقنا باش ان شاء الله نكونوا وجدنا احسن استعداد ونكونوا موجودين ان شاء الله المقابلات ديال الشطر الثاني ان شاء الله. وفي انتظار استئناف مرحلة الإياب، فريق الوداد وإلى حدود الساعة خاض مباراة ودية وحيدة أمام فريق سبورتينغ الصخور السوداء، علاوة على مباراة الودية الثانية أمام فريق الجيش الملكي.